ابو اريج مستغرب يقول لي شاعر واضرب واطرح وتشتري من البالة. قلت له والله يا صديقي الشغلة حظ. الاصمعي قال الامير المؤمنين صوت صفير البلبلي اعطاه عليها وزنها ذهب. يعني ما ظل حدا بالدولة وما حقق معاي. لا وحفظت لك كل سجون البلد واسماء القضاة لاني جيت تقلد الاصمعي وقلت صوت المواطن عالية قد هيج افكاري. الحرب والفقر معا مع سطوة الانذالية، وأنت يا دولارهم ما زلت في العلالية. فكم وكم بطني اشتهت تذوق المقالية، قطفتها من شهوتي لأطعم أطفالي، وطفلي يطلب كنزة بديلة للبالية، فقلت لا 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 لا، انظر إلى سروالي شقت حجول رجله فوق الركاب صالية. بكى عبودي صارخا واء وويء وائية، طبطبته على أكتاف خاوية، أسكته لكن عبث وصاح صوتا عاليا، فلملم الحارة ولم يبقى من الأهالي إلا أتى مهرولا وعمي وخاليا. فدندن دندن دندنت كم فكرة في بالي، فقلت هيا نقتضي في مسمع الرجال. خلقت كمواطن بهذا لا ذنب لي، في بلد قد قسمت معارضا مواليا. إن صرت للأول حلف أرداني شر الثانية، أو قلت للثاني نعم ستقطع لسانيا. ولا أخفيك يا ولد عما جرى في حاليا، فهل سمعت عن شخص أمضى الحياة أمانية؟ بطاقة توميننا لا تكفي لي عيالي، لا زيت لا سكر ولا رز ولا بزالية. نسيت شكل اللحمة وهل للطبخ آنية، والخبز لا يكفي لنا نلملم التوالية. ولولا كوم البالة أجساد ولدي عارية، والكهرباء ما بقي منها عمودا سارية، أسلاكها قد قطعت بيعت إلى التجارية. وما المواطن فاعلا مع وحوش ضارية؟ بوش أتى بفكرتي وطامعا في حصتي، بداها من حيث التي كانت هي عراقية. وبيد جاء منشقل في نقل بترول الحقل، وحظي سار كالبقل على طريق الهاوية. وأكمل ترامب العمل في سوريا حيث اشتمل، نال الجمل فيما حمل، بقيت أنعي حاليا. فعيشتي يا ولدي محالة في بلدي، ولولا الله سندي لمت مع أمثالي.